قلبي في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. صلوا على النبي، نكسب الصلاه على النبي. طبعا ايه ده اول روتين، لان للاسف دوري دعوه حلوه من قلبكم كده، عشان التليفون بتاعي الشاشه اتحرقت، اللي باظ قبل كده برضو عملت له شاشه اتدلق عليه ميه، فكان عليه 2 روتين وكان عليه 2 فيديو كانوا هينزلوا لكم، فده كله راح الحمد لله. طبعا عايز اصلح بقى، فانا سايباه دلوقتي، فايه الحمد لله بحمد ربنا اللي انا جبت تليفون تاني، فهو ده اللي انا ماشيه بيه دلوقتي، يعني زي ما اكون زعل بقى ولا ايه مش عارفه. فدول دعوه حلوه من قلبكم. طبعا حبايب قلبي النهارده بقى حبيت اصور لكم يومنا وعشتنا بقى، وعاملين ايه اللي بنحب نعمله في اليوم، وايه اللي احنا هنعمله، وايه اللي انا بعمله في الحياه، يعني اللي هو ايه من ورا الكاميرا عليه الصلاه والسلام، ايه اللي انا يعني ايه اللي ورا الكاميرا، فانا هصور لكم يعتبر ايه اللي ورا الكاميرا. فطبعا ما حدش يتريق عليا على الاسدال ده، انا اي حاجه عندي هلبسها في الروتين طالما حاجه مستوره. الازاز ده البت زيزي كانت مديهولي، كان قصير عليها، جاي لها حته ركبتها اديتهولي، قالت لي يا فاطمه عشان قصير وكده فخديه انت اعملي بيه روتينات. فانا كنت هلبس الخمار او الخمار على البنطلون وكده، افتكرت بقى لما انتوا كنتوا عاملين تقولوا لي لا يا فاطمه مش هينفع وشكل مش المنظر مش كويس، ما تلبسي حاجه طويله احسن وكده، فقلت لا خلاص اي اسدال عندي هلبسه لحد ان شاء الله ما اجيب اسدالين حلوين كده، فيعني حلو برده مش وحش. يعني بص دي كلها الطرحه بتاعته، بص الوسيلين ماسك الديل بتاع الاسدال عمال ياكل فيه. طبعا بقى تقولي يا هاني بيعمل ايه؟ هاني ممكن سلم على حبايبنا؟ سلم علشان ما تقربش. ايه؟ سلم علشان ما تقربش. انت حاطط حاجه في كهرباء؟ يعني ايه؟ بيقول لي سنة ما سلمش عليهم عشان ما اتكهربش. طب يلا اديهم كده حته كده حلوه، او ده اخر هاني. طبعا تقولوا لي هاني بيعمل ايه، تعالوا اقول لكم هاني بيعمل ايه. نقلب الكاميرا يلا ونلف لفه كده في الشقه. ماشي حبايب قلبي اللي بحبهم بموت فيهم. دلوقتي انا قلبت لكم الكاميرا، بصوا بقى احنا لسه صاحيين من شويه، دلوقتي الساعه 5 المغرب. اوعى يا احمد، لسه صاحيين من شويه. بصوا بقى لسه يا دوبك شلت الفرش بس لسه ما روقتش. ده مين؟ ده مين والناس نايمين؟ ده مين والناس نايمين؟ ده مين والناس نايمين؟ الواد ده مغلبني ومطلع عيني، ده مطلع عيني. قولوا في الكومنتات يا سليم لم نفسك واحترم نفسك واسكت عشان انت تعبت ماما. قولوا انت تعبت ماما خالص، والله تعبت ماما والله، اندخى قلبي يا ودي صغنطت. بصوا بقى عمال يرجع، وبجد عايز على طول يتشال، وما شاء الله بيقعد يلف زي الحلزونه كده، بيلف وينزل في الارض وافضل ارفعه لفوق، بيشرق نفسه يعني. فمغلبني ده مغلبني ده، كل ما يشوفني معديه من قدامه وما شلوش يفضل يعيط. صح انت بتضلي عيطي، انت حبي ماما، قلبي ماما يا انت، انا احبك والله، بس انت غلبتني، مش بعرف اخش الحمام يا جماعه، ولا اعرف اعمل اي حاجه في المطبخ، عايزني اشيله على طول. يلا سيبوه بقى ايه قاعد مع نفسه كده، انا ما غطي ظهره بس. مين دي بقى اللي لسه صاحيه حالا؟ محدش يقول لي ايه المنظر ده يا فاطمه، مين دي؟ دي حور بعروستها، بتحب العروسه دي قوي، على طول ماسكاها. حور مين اللي لسه صاحي؟ قلبي اللي لسه صاحي، هاتي بوسه. طب بصي انا مش هرضى الا ببوسه، موسى قلبي الصغنطت. طبعا بلد صاحيه فاكيد منحكشه، هصرح لها بقى، هشوفوا دلوقتي هصرح لها واغير لها هدومها، هتشوفوا دلوقتي كل حاجه. هي بتحب بقى قوي العروسه دي، رايحه جايه شايلاها. طبعا احمد اختراعات. احمد بتعمل ايه؟ تسلم عليهم حبيبي، قول لهم صباحكم عسل. صباحكم عسل وقمر وسكر وقشطه. طبعا احمد قاعد بيجود كده، بيلعب مع ابوه، يعمل اي حاجه في الكشاف. استاذ هاني منور الدنيا. شفتوا الدنيا ضلمه ازاي يا جماعه؟ دلوقتي هاني بيعمل لنا ايه؟ جبنا لندتين كبار كده، نحط لنده هنا ولنده هنا ان احنا نزود اضاءه، لان الكشاف ده ما بقاش يعمل اي حاجه، الدنيا بقت ضلمه، وانتوا طبعا بتشتكوا في موضوع الاضاءه. هتقول لي بقى بعد ده ان شاء الله الفيديو اللي جاي بقى هتقول الدنيا ضلمه. هو الصراحه انتوا على طول بتشتكوا من الموضوع ده، الدنيا ضلمه، فحقكم علينا والله يا هانيه والله. بس اعمل جسده بيه الصراحه، جاب ايه هوريهولكوا دلوقتي حبايبي. هو بقى دلوقتي ايه، انا حبيت ان انا اقطع لكم الصوت واتكلم انا في الميكروفون علشان خاطر ايه الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده. فهو جاب لنا لندتين كبار، بس الصراحه يعني انا ايه مش مقتنعه بيهم، يعني حاسه ان هم ضعاف. فانتوا قولوا لي في الكومنتات هم ضعاف ولا انا اللي بتهيألي؟ بس انا حاسه اللنده ضعيفه، يعني المفروض اللنده منهم تنور اكنك منوره شمس،
اكنها شمس قدامك، لكن اللندتين مش عاملين حاجه. فالصراحه انا شاكه في الموضوع ده، يعني انا مش حباهم، حاسه ان هم ضعاف جدا. فجيت بقى بعد كده يعني صورنا بيهم فيديو وكده لقيتهم ضعاف ومش منورين حلو. فجي يعني خلع اللي هو اللوند اللي في السقف وركب دول غيرهم، ركبهم بدلهم يعني. ولقيناهم النور بتاعهم اشد من ده. فحاسه اللي هو راجع ان الراجل ضحك عليه. فبس خلاص بقى اللي مش هينفع يرجعوا يا فاطمه وكده وخلاص. بصوا بقى هنا بقى ايه، غسيل ده مغسول لسه طبعا عايزه انشر. المطبخ بقى، دخلنا المطبخ. عايزه اقول لكم ان انا بغسل السجاده اللي بحطها هنا من الشايه لسه ما نشفتش. طبعا بقى الحلل دي نضيفه. هنولع بقى على الاكل. تقولي لي ايه ده يا بنتي يا فاطمه؟ دي بليله هنبلها في خطه كده في دماغي، انا عايز يعملها بالبليله. فلما يجي يعملها والله اصورها لكم واقول لكم على كل حاجه هو عايز يعملها اهي. طبعا بقى الدنيا نضيفه اهي. يلا بينا بقى عشان نعمل اكل. بصي بقى، ما يروقش الروتين الا على كوبايه شاي، كوبايه شاي محترمه. هنصبها دلوقتي عشان نعرف بقى ايه نمخمخ كده ونشتغل. لحظه صب الشاي. بسم الله. بس حلو قوي كده. نحطه مكانه. قلب 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 قلب. تقولي يا فاطمه بتقلبي ايه القلبه الغريبه دي؟ انا بقلب كده عشان باجي اقلب كده اهو بدوريه، الخيطه دي بتلف على المعلقه، فبقلب عكس عكاس كده، رايح جاي رايح جاي. انا بحبه تقيل بقى فهسيبها شويه. يلا بينا. هنا بقى ايه، كنت بسلق المكرونه وكنت مولعه على الفراخ. يعني هو ايه، انا اصلا كنت هعمل رز والبتاع معين سودا دي، معرفش اسمها لوبيا ولا اسمها ايه، وفراخ. هاني جه قال لي لا مش عايزه اكل طبيخ، الجو حر وكده، اعمل لنا مكرونه. قلت له لا يا هاني ايه، احنا زهقانين من المكرونه والعيال ايه مش بيحبوها قوي، ما بيرضوش ياكلوها، بالذات احمد مش بيحب المكرونه خالص، مش عارفه ليه. ده يا جماعه ده فيجيتار خشن جايباه من عند العطار. فكنت بسلقها كده. بس انا صراحه برضو مش بحب المكرونه التخينه، مع ان ناس كتير في الكومنتات قالت لي احنا بنحب المكرونه التخينه قوي. فطلع ان في حد بيحب المكرونه التخينه زي هاني. انا كنت مفكره هاني ده بس، ما حدش زيه. كنت مفكره هاني بس اللي بيحب المكرونه التخينه. بس نزلتها بقى تقريبا ونزلت الفراخ. وهنا كنت ايه، كنت بعمل الفراخ بقى بطريقه كنتاكيه. بطريقه كنتاكي بس من غير بيض. هتقولي لي ازاي فاطمه؟ اقول لكم ما اعرفش والله، هو ما كانش في بيض قلت امشيها كده بقى وخلاص. والله والخطه نجحت وطلعت زي الفل. بقت من الميه الساقعه للفيجيتار والدقيق، والميه الساقعه والفيجيتار والدقيق 3 مرات كده. ولقيتها ماسكه والله وجميله ومقرمشه، وانتوا اصلا شفتوها في الفيديو واحنا قاعدين بناكل. كان ايه رايكم فيها؟ كانت جميله الصراحه، يعني اتلسعت مني حاجات بسيطه بس كانت حلوه لان النار كانت عاليه قوي. هنا بقى كنت جايبه 4 وراك، عملت ال4 وراك بقى كده. وعلى فكره الفيديو كان معدي الساعه وشويه والله، يعني على قد ما اقدر سرعت لكم فيه عشان ما تزهقوش. بس بالله عليكم اتفرجوا على الفيديو. بصوا بقى انا كده خلاص خلصت بقلب المكرونه اهو زي ما انتم شايفين. بس انا مش عارفه اقلبها في قلب الحله، شكلي كده هقلبها ايه في الصينيه. تقولي تعملي ايه يا بنت فاطمه؟ انت اتجننتي يا بنت ولا ايه؟ اقول لكم بقى ما انا بتاعت الجنان كله. بحب اعمل الحاجات الخطيره والحاجات اللي اول مره تتعمل. ادلق بقى ده كله في قلب الصينيه هنا واوريهم يعني الصينيه. بصوا بقى، بصوا بسم الله. بص اهو، انتوا معايا يا هاني. بصوا بقى تعملوا ايه. دي بقى مكرونه تخينه، هاني بيحبها تخينه. يلا يا هاني اتفرج عليا وحياة عينيا. ايوه. الروسيه بقى هنا بقى. بصوا الاختراع بتاعي. لا الروسيه زي ما كنا رصينا زي الفراخ الكباب كده. يعني رصاها كده من بره. لا من هنا كده. يعني واحد كده. يلا كده احلى يا اخواتي. يلا بقى على الفيديو عشان نروح ناكل نتعشى. ما تعشيناش والله الوقت اتاخر. يلا بينا. يلا يا هاني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. انا جعان اهو يا جماعه اهو. ايه رايكم؟ بعرف اظبط ولا لا؟ ها بعرف اظبط ولا لا؟ قولوا لي بقى ايه رايكم في الكومنتات. بص سليم نام وصحي ونيمته على السرير وبعد كده نام في الارض. وبصوا حور. بقول لكم ايه، انا حابه النهارده اصور لكم يوم الطبيعه.
على الطبيعه، ولسه ما روقتش، انتوا عارفين ما روقتش لسه. بصوا بقى الحركات اللي انا عملها، ان شاء الله الفيديو هيبقى احلى ان شاء الله. بصوا حطيتها على الترابيزه اهو، بصوا يلا بينا اوريكم بقى واحنا بنحط الاكل، واوريكم واحنا بنقعد على الترابيزه. النهارده حبيت ان انا ايه اوريكم كل حاجه ورا الكاميرا، حبيت اخليكم معانا كده في كل حاجه. فطبعا بقى ايه بلم بقى العظم بقى او المناديل اللي مسحنا فيها ايدينا، اي حاجه يعني على الترابيزه بروح لمها كده الاول، وبعد كده بقى اجيب منديل مبلول امسح بيه، وبعد كده بقى ايه منديل ناشف كده بقى. كنت انا جبت المنديل المبلول مسحت بيه، وبعد كده حطيت المنديل الناشف. وزي ما انتوا شايفين كده يا ولاد، هاني بيبقى قاعد ماسك التليفون بعد ما ناكل، يا اما يخش ينام. وانا بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، بعد كل فيديو بعمل اللي انتوا شايفينه ده، بروح قايمه واروح مروقه الدنيا، ولو الدنيا بايظه بروقها، ولو في حاجه تصبن بصبنها، لو مش قادره الصراحه اصبن بسيب المواعين بعديها بشويه كده اقوم اصبنها، مش شرط يعني اعملها على طول. فايه حبيت بقى ان انا اعيشكم معايا روتيني اليومي، دي حياتي اليوميه، حياتي بعد كل فيديو. اسفه بقى على صوتي، لان صوتي رايح خالص، مش عارفه ليه رايح خالص والله العظيم. عماله اقوله تعالى تعالى مش راضي يجي، يرضيكوا؟ يرضيكوا صوتي مش راضي يجي. قلت بقى روق الدنيا كده، والهدوم دي المها، والشنطه دي لميت فيها الزباله، والكرمن بتاع هاني بتاع الشغل بياخدوا معاه الشغل، بيملاه ميه ساقعه وبياخدوا الشغل. عندي بقى الملايات جوه في سله الهدوم الوسخه في الحمام، وكنت بلم هدوم العيال كده احطها مع بعض، وهدومنا احنا حطيتها جوه في الحمام. والمفارش دي بقى لسه هوديها للراجل يغسلها. وايه تاني، اللهم صل على جمال النبي. اهو كده خلاص خلصنا، يا دوبك الحته دي بتتروق كده، او ما بحط ايدي فيها الصراحه بالله خلصت. اهو كده كنستها. الحته دي بقى عايزه اقول لكم دلوقتي ان هي اتوسخت جدا وعايزه تتغسل، فاغسلها. ولميت بقى الحاجه، وساعات الصراحه هاني بيقوم يساعدني، وساعات لا، يعني ساعات ما بيبقى قادر بيقوم يساعدني، ساعات بيبقى مش قادر يقول لي مش بص انا اكلت وريحت مش قادر اعمل حاجه، يقول لي خليها شويه كده، وانا ايه ما رضاش اقعد، واروح قايمه بقى عامله انا. اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. حبيت بقى ايه البس لكم حاجه واسعه، بس هو الصراحه كان ملخمني الاسدال ده، بس كان ايه ساتر يعني، احب الحاجه الواسعه. معلش على صوتي بقى عشان صوتي زي ما انا لسه قايله لكم تقريبا. ده انا نسيت. انا لسه قايله لك ايه ده، وانا دخلت هنا، انا جيت هنا وطلعت من هنا ازاي دي، انتوا لاحظتوها؟ انا لسه ملاحظاها دلوقتي. بصوا بقى انا اللي كسرت الترابيزه وانا مش واخده بالي اصلا، وجيت في الاخر بقول مين اللي كسرها. هي شكلها كانت ملخلخه، لان انا لو على الزقه اللي انا بزقها دي المفروض ما تتفكش، فمنها ان هي فكت يبقى هي ايه كانت ملخلخه يعني ما استحملتش. بس هاني يعني مسمرها يعني. عايزين اجيب اللود ده اللي عندي فيه واجي. ايه ده جاب صودا؟ يلا مش مشكله، قلت لك سيفن ست يلا مش مشكله يلا. بصوا يا جماعه، انا جايب من المصرية. ايوه ما دي مصريه، دي سينا كولا. يلا يا ابني. والترابيزه ما اعرفش مين اللي عمل فيها كده، مين اللي جاب اجلها مش عارفه. طبعا بقى بعد جبت الحور بامبز، لان الحور ما عندهاش بامبز، وايه الحقها بزين في الارض. وجبنا ايه كل واحد كيس بوز وكده ايه لزوم السهره. او ارواح، خدي يا ارواح. تعالى يا عم طلع لي المسامير الحديدي كده. يلا نعين ده بقى نخبيه. نخبيه ده. ايه تاني انا عايزه بس اكنس الارضيه الاول عشان مش عارفين نمشي. بصوا بقى هاني عمل الترابيزه اهو، مسمارها ويظبطها. هي كانت ملخلخه، هي كتر خيرها صراحه بقالها كتير يعني، كانت ملخلخه وظبطها ورجعها زي ما كانت. يلا بقى عشان هنقعد ايه نشرب كده شويه بيبسي كده ونفرفش على نفسنا يا ولاد. ايوه يا هاني. الدبل فين؟ مش كان في دبل احمر هنا؟ فين؟ تعالي بس خد بيبس. طب خلص يا احمد. ايه تبقى انت خدتي فين؟ خلص. طب اي مقص هنا اهو تحت. مين اللي هيشرب بيبس؟ انا عايزه اقول لكم ان انا ايه عطشانه بيبس، عايزه اشرب بيبس. وانا ادي اول واحده. يلوي.
الصودا بتاعتها بتعلى قوي، مش زي هاني البيبسي العادي. هاني مش زي البيبسي العادي. افضل بس كده واجيلك. ماشي انا هيفضل يجيلي يعني. يلا. امال دي بتاع بابا؟ خدت انت الكبيره يا ابن اللذينه. انا كنت جايبه له الصغيره دي. واحده لهاني. والله انا قلت له هات سيفن، مش عارفه بقى ايه اللي خلاني جاب صودا. هاني قال لي لا بلاش صودا عشان خاطر العيال وكده، نشرب سيفن. السيفن بس اللي هو مش مصري. اللي هو انت جبت ده عشان مصري يعني؟ والسيفن مش مصري؟ يا لهوي حامية قوي. كان في فلوس بس كنت اجيبها. كبيرة زي دي؟ لا لا ما عندنا كبيرة صغيرة من باين. ايوه هي دي بس زي دي بس هي ب20 جنيه. في المفاجأة بقى يا ولاد، الشاشة هوريها لكم دلوقتي بس بعد ما هاني يخلص السلوك ويظبطها. مش انا قلت لك يا ابني انا كنت فكرتك تجيب اسمه ايه اللي في ايدك ده؟ لا اللي في ايدك ده اللي فيه كهرباء. مشترك؟ المشترك عشان كل شويه بيخلي الشاشه تفصل وتشتغل وكده غلط على الشاشه. عايزين نجيب بقى لنضه للمطبخ ولنضه للطرقه هنا، لان الاضاءه بقت وحشه قوي في الشقه، الاضاءه بقت ضعيفه جدا. لنضه للفيديوهات. بصوا الغرفه بقت حلوه ازاي. حته لما انت خلصتوا. انا بقى اوريكم، انا خلاص شربت الحمد لله. اسيب بقى بتاعت هاني، دي بتاعت ابوك ما تخليش حد تيجي جنبها. تعالوا النبي انا خدها عشان اقوم بقى عشان اخلص. والله يا ولادنا قادره، حاسه ان انا مش قادره اقوم، جسمي تقل. يلا امشي كده روقت الصاله وروقت الطرقه. ناقص بقى الاوضه ديت واوضه النوم نضيفها الحمد لله، وناقص انشر وصب المواعين. وانا هخلص امتى؟ ارتاح امتى انا؟ يلا بينا بقى. بصوا بقى يا ولاد، بسم الله ما شاء الله، قولوا بسم الله ما شاء الله في الكومنتات. دي الشاشه يا ولاد، فين يعني جايبه اسود ليه؟ الشاشه شاهد يا جماعه، دخلنا على شاهد. بصوا ما شاء الله، الله اكبر عليها. ايه اوعى وشك. اقول لكم احنا بنتفرج على اقل مسلسل وبنحبه قوي، ممكن تحول عليه يعني هيقابلك. اسمه البيت بيتي اهي. المسلسل ده عايزه اقول لكم جامد جدا، كلنا بنتفرج عليه انا وهاني واحمد، بنحب المسلسل ده قوي وبنتفرج على الحلقات كلها. بس على شاهد لا، بنتفرج عليه على السيفر اللي هو ايه، هيجي حته منه. دي يا جماعه شاشه 42 صح يعني 43 شاشه 43 يا جماعه. باركولي قولوا لي الف مبروك يا فاطمه في الكومنتات، بحبكم قوي قوي اهو، عشان بس الاعلانات بقى ماشي. طبعا هنا بقى عملت المنظر ده كده، حاجات كده بعلق عليها حاجات هاني الشخصيه. جبنا السيفر بقى وجبنا سماعات يا ولاد. باركولي 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 باركولي. سماعات يا ولاد. نعم يا حور حور يا اللي مغلباني، حور المغلباني. عملنا طبعا الترابيزه. اديهم بوسه يا حور، اديهم بوسه. خلي احمد يحط لك. احمد فضلها يا احمد بالله عليك، فضلها. بصوا واقفه مستنيه، بصوا الحته دي. واقفه مستنيه. بص هنا بقى ايه، جبنا السماعتين دولت قبل ما نجيب الشاشه بيوم. جبنا السماعتين دول اهو. التليفون بتاعي يا ولاد، التليفون بتاعي. ادعوا لي يا جماعه بالله عليكم اصلحه، ادعوا لي اصلحه عشان والله العظيم زعلانه عليه قوي. بصي هو شغال وكل حاجه وعامل صوت وكل حاجه، بس بصوا الشاشه اتحرقت. الحمد لله كل نسيبنا الا ما كتب الله لنا. طبعا بقى هكنس هنا وهجيب بقى الزباله كلها هنا والمها كلها مره واحده. عارفين بقى كوبايه الشاي اللي انا عملتها لكم في الاول، شربتها وما لحقتش ايه اللي انا اصور ايه وانا بنشر، فرحت عملت واحده تاني بس عملتها بقى ايه ب2 فتله، لان كانت دماغي وجعاني قوي، كنت محتاجه اشرب كوبايه شاي. لان ده يا جماعه الصراحه كان تاني يوم، ما قدرتش اول يوم اعمل اي حاجه تاني وتعبت جدا وكنت فاصله خالص. فتاني يوم رحت بادئه بقى معاكم كل حاجه.
او لميت الغسيل ونشرت غسيل. وده على فكره مش الغسيل اللي انا طلعته قدامكم، لا ده انا نشرت الغسيل اللي طلعته قدامكم وحطيت غسيل غيره. يعني اللي انا لميته ده كان الغسيل اللي انا كنت مطلعاه قدامكم في الاول، وده بقى الغسيل التاني اللي انا حطيته، فاهميني؟ ساعتها بقى كان في خناقه في الشارع كنت بتفرج عليها. سبت الغسيل، سبت التليفون شغال وقعدت اتفرج. بقول لكم ايه، انا عايزه لايكات كتير 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 على الفيديو ده، لان بجد والله تعبت، والفيديو حاسه اللي هو طويل. بعد كده بعمله لكم قصير شويه، يعني حاسه اللي هو طول قوي. يعني انا كان نفسي يبقى 17 16، يعني دوبك 25 بالعافيه والله العظيم، ومجريه لكم فيه كمان. فسامحوني سامحوني، يا رب يكون عجبكم، يا رب يعجبكم، يا رب يعجبكم، ويا رب يعجبكم وتحطوا اللايك. اهم حاجه يا جماعه اللايك يا جماعه، عشان بيعلي من شأن الفيديو كده، ويخليه حلو كده، بيعليه كده ويخليه حلو. نشرنا بقى وروقت الاوضه، بس الصراحه ما جبتلكوش وانا بروق الاوضه، لان صراحه كنت تعبانه ومرهقه وما كنتش قادره وكنت حرانه، فقلعت الاسدال وكده، ما كنتش حابه ان انا اصور. فقلت مش مشكله، يعني ده هو يا دوبك اظبط السرير واكنس الارض، يعني مش محتاجه ان انا اوريكم انا بعمل ايه، يعني لان الفيديو طويل وكده. هنا بقى صبنت المواعين. والله شفتوا انتوا في اول الفيديو ما كانش عندي مواعين، المواعين دي بعد الفيديو، وانتوا شفتوا المطبخ قبل الفيديو كان رايق ازاي. محدش بقى يقول لي فاطمه انت مش عارفه ايه، وفاطمه مدرك ايه. يا جماعه هو بعد اي فيديو بيبقى الدنيا بتبقى عامله كده طبيعي، لان انا مش بركز غير في الفيديو بس. اخلص الفيديو وبعد كده اشوف الشقه بقى عايزه ايه. والبليله دي بمناسبه البليله، هاني كان هيعمل لنا بليله بالكفته. ازاي دي بقى؟ انا مش عارفه. كان هيبل بليله ويروح يفرمها مع رز، كيلو بليله على كيلو رز كده، او نص ونص على حسب ما انتوا عاوزين. بعد طبعا ما ينقيها وينضفها وكده. شويه رز على شويه بليله، ويفرمهم عند الراجل اللي بيعمل اللحمه المفرومه، اللي بيفرم لنا اللحمه ام رز. وبعد ما يفرمها يتبلها، يحط عليها توابل اللحمه ويتبلها ويظبطها، وتوابل الكفته، ويعملها زي كفته برز كده، ويحمرها في الزيت، وبعد كده يحطها في الصلصه. قلنا هنعملها، فجينا جربها عند اخته وهي مقليه، عجبته قوي. فجربها عند امه وهي معموله في الصلصه، ما عجبتهوش، وقال لي وحشه جدا، واكنك طعمها طعم البليله قوي، واكنك بتاكلي بليله عجين. ما عجبتهوش، قال لي لا خلاص مش هعملها. فانا قلت يا اختي هرميها، لا مش هرميها. رحت عاملاها بليله، سويتها نضفتها وسويتها وعملتها بليله، حتى نضفتها وانا قاعده على تيك توك معاكم. عملتها بليله وكان منها، كانت قمر كانت جميله قوي. طبعا دي كلها ترويقه الاكل بتاع التحدي. كان فيديو جميل والله يا جماعه. وقولوا ايه رايكم في المكرونه، وايه رايكم في الرصه اللي انا حطيتها دي، ايه رايكم في الدنيا كده يعني. المقطع ده اصلا كان طويل جدا، ده انا قصرت لكم منه كتير قوي. مش عارفه والله الفيديو ده ماله كده، بقاله اسبوع مش عايز ينزل، كل ما اجي انزله مكسله انزله، ويوم ما اعمله الاقيه طويل كده. في فيديوهات بحس اللي هي قرفتها حلوه قشطه كده، وفي فيديوهات بحس اللي هي قرفتها مش حلوه تقيله على قلبي. اهو سليم بيرد عليكم، سليم بيمسي عليكم. العيال نايمه طبعا، والساعه دلوقتي 7:45 المغرب. قلت الحق اعمله لكم بقى، بس يا رب يحمل، ادعولي بس كده يا رب يحمل والحق انزله على الساعه 9 حتى كده، على الساعه 9 كده الحق انزله حتى. طبعا بقى محدش يا جماعه يقول لي يعني انت بتحطي في الصينيه دي كلها. انا قبل اي اكله يا جماعه بكون مصبناها تصبينه بنت لذينه، بكون مصبناها تصبينه حلوه، ما يكونش اي كلام وخلاص. وخلاص كده يعتبر خلصت. دي بقى الترويقه اللي قبل العيد. هجيب لكم بقى الترويقه بتاعه العيد بقى، وتظبيط العيد. هنا كنت بدلع حور وبظبطها، وكانت عايزه تقفل النور، وانا كنت بقول لها ما تقفليش النور. ف دي بقى يعني ترويقه، دي ترويقه من على الوش كده قبل العيد. في بقى ترويقه العيد بقى لا ولا على ده، انا هشيل لكم بقى هشيل لكم تحت البوتاجاز بقى، وتحت الحاجه دي كلها، وتحت الغساله، وتحت الرخامه، واظبط لكم الدنيا قبل العيد. هيبقى قبل العيد هيبقى فيه بصوا ضرب نار. هتبقى رغاوي رغاوي رغاوي. هيبقى روتين الرغاوي. حبيب قلبي ما تحرمش منكم، يا رب تكونوا وصلتوا لحد هنا. قولوا فاطمه تشطيب عشان اعرف ان انتوا خلصتوا معايا الفيديو، ان انا كده خلاص بشطب المطبخ وبخلصه. فقولوا فاطمه تشطيب عشان اعرف ان انتوا وصلتوا لحد هنا. بامانه الله بالله عليكم، بالله عليكم، حتى الايام المفترجه دي كل سنه
وانتم طيبين، يعود عليكم الايام بخير، وحياة الايام المفترجه ديت والايام الجميله دي، ايام الصيام الجميله ديت. ما تنسوش تحطوا اللايك وتتفرجوا على الاعلانات. بجد فيديو كان جميل. ويلا بقى قولوا لي مين اللي صام ومين اللي ما صامش، وهتعملوا ايه في العيد، واتكلموا معايا في الكومنتات كده. عايزه اعرف بقى عنكم كده حاجات، انتوا بتصوموا ولا لا، مين اللي صام ومين اللي ما صامش وكده. وانا برضو هقول لكم، هرد عليكم برضو واقول لكم انا صمت ولا لا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تحرمش منكم. انا كده خلصت، سبت الازاز ما قدرتش اعملها، قلت اخليها لهاني يعملها. يلا حبيب قلبي ما تحرمش.